خلال الفترة اللي فاتت ظهر كلام كتير عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن المرة دي كلام ومفاوضات من نوع تاني. أمريكا عرضت على أوكرانيا صفقة غريبة شوية، طلبت إنها تاخد نص المعادن الاستراتيجية اللي عندها مقابل إنهاء الحرب. لكن أمريكا ليه بتطلب المعادن دي وإيه علاقتها بالحرب؟ أنا وليد صفوت وده برنامج كمتاوي. أمريكا قدمت عرض رسمي لأوكرانيا بتطلب فيه نص العائدات من المعادن النادرة اللي بتقدر قيمتها بأكتر من 500 مليار دولار، وده في مقابل استمرار الدعم العسكري والاقتصادي. المعادن دي مش مجرد أي معادن، دي عناصر أساسية في تصنيع الأسلحة المتطورة زي الصواريخ والطيارات المسيرة والتكنولوجيا النووية وحتى الشرائح الإلكترونية اللي موجودة في كل الأجهزة الحديثة. زيلينسكي رفض العرض الأولاني، قال إن الاتفاقية مش بتقدم أي ضمانات لحماية أوكرانيا من روسيا، وإن ده معناه إن بلده بتتباع بالقطعة. لكن بعد الرفض ده هل أمريكا تسكت؟ أمريكا قدمت عرض جديد محسن، بس الحقيقة إن التحسين ده مش في مصلحة أوكرانيا خالص. المسودة الجديدة بتطلب إن أوكرانيا تتنازل عن نص دخلها من المعادن والغاز والنفط وحتى بعض المواني المهمة، وده من غير أي وعود واضحة بحمايتها من روسيا. لكن برضو أوكرانيا بترفض الطلب ده. أمريكا اللي ما بتهداش أبدا مارست ضغط أقوى على أوكرانيا، زي التهديد بقطع الانترنت الفضائي ستارلينك اللي بيوفر للجيش الأوكراني التواصل وإدارة العمليات العسكرية. والتهديد ده جه من مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قال بشكل واضح كده إن استمرارية وصول أوكرانيا لخدمات ستارلينك بيعتمد على التعاون الاستراتيجي بين كييف وواشنطن. بمعنى تاني، لو أوكرانيا ما وافقتش على الشروط الأمريكية، الجيش الأوكراني ممكن يفقد واحدة من أهم أدواته في الحرب. أمريكا هنا بتلعب سياسة واضحة، لو مش هتدينا اللي احنا عايزينه مش هنقدر نكمل دعمنا ليك بالشكل اللي انت متوقعه. أمريكا مهتمة بالمعادن دي تحديدا لأنها هي اللي بتحكم سباق القوى العظمى في العالم دلوقتي. الصين حاليا هي اللي بتتحكم في 70% من المعادن النادرة دلوقتي، وأمريكا متخوفة إن هي تعتمد على الصين بشكل رسمي، خصوصا إن دايما في توترات سياسية بينهم. أمريكا اللي هممها مش إن أوكرانيا تفوز بالحرب، هي عايزة تضمن مصدر مستقل للمعادن دي، وخصوصا بعيدا عن سيطرة الصين، وده طبعا يخليها متقدمة في المجال العسكري والتكنولوجي لعشرات السنين قدام. بمعنى تاني، حتى لو أوكرانيا خسرت الحرب، أمريكا مش عايزة تخسر فرصة السيطرة على الموارد دي. الحرب الروسية الأوكرانية مش مجرد معركة جيوسياسية على الأرض، لكن الحقيقة أن الحرب دي ليها أبعاد اقتصادية كبيرة جدا. روسيا رغم العقوبات اللي عليها لكن عندها موارد ضخمة جدا، من نفط وغاز ومعادن لموارد كتيرة، وبتعتمد عليها طبعا في تمويل الجيش بتاعها. وفي المقابل أوكرانيا عندها واحدة من أكبر احتياطات المعادن في أوروبا كلها، ولو أمريكا قدرت تسيطر عليها هتقلل من القوة الاقتصادية الروسية وفي نفس الوقت تضرب الصين اقتصاديا. بالتالي الحرب دي مش مجرد حرب عسكرية، دي حرب موارد وطاقة واقتصاد. المسؤولين الأمريكيين بيقولوا إن الاتفاقية دي فرصة ذهبية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن التصريحات دي متناقضة مع التقارير اللي بتقول إن الاتفاقية ما فيهاش أي ضمانات لأوكرانيا. الرئيس الأوكراني قال إن هو مش ضد التعاون مع أمريكا، لكنه عايز ضمانات واضحة وإن أوكرانيا مش هتفرط في مواردها بسهولة. طب هل أوكرانيا عندها أي حلول تانية؟ الموضوع معقد جدا بالنسبة لأوكرانيا. لو الرئيس الأوكراني وافق على الصفقة، أوكرانيا هتفقد جزء كبير جدا من سيادتها الاقتصادية، ولو رفض في احتمال كبير إن الدعم الأمريكي يقل، وده طبعا ممكن يأثر على موقف أوكرانيا في الحرب بشكل كبير. وسط كل ده التهديد بقطع ستارلينك بقى رسالة واضحة، لو مش معانا من الآخر كده مش هنديك التكنولوجيا اللي انت محتاجها في الحرب. في الآخر كده هل أمريكا بتساعد أوكرانيا فعلا ولا بتستخدم الحرب عشان تأمن مصالحها الخاصة؟ أنا وليد صفوت وده برنامج كمتاوي.